الأهلي يحلق منفردا وحيدا بالصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الزمالك بعد تعثره اليوم للمباراة الثانية على التوالي أمام نادي الداخلية بعد خسارته من أسوان في الجولة السابقة بنتيجة 2-1 وتعادله اليوم في اللحظة الأخيرة بنتيجة 1-1 لكي يبدأ نزيف النقاط من جانب نادي الزمالك ويستغل الأهلي تعثر نادي الزمالك لكي يحلق منفردا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في أول كومنت. ما تنساش تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الأهلي يقدم عرض وأداء مبهر أمام نادي إنبي لكي يتصدر الأهلي المشهد ويعود من جديد ويحلق منفردا وحيدا على الصدارة، وحيدا بلا خسارة برصيد 30 نقطة، ليبعد عن أقرب منافسيه نادي الزمالك ب5 نقاط بعد تعثر الأبيض اليوم أمام نادي الداخلية. ولكن عندي تعقبات كتيرة، عندي أحداث كتيرة حصلت النهاردة في المباراتين. فيلا نبتدي بالمباراة الأولى اللي هي مباراة النادي الأهلي قدام نادي إنبي. فاز الأهلي اليوم بنتيجة 2-0 على نادي إنبي بهدفين لكل من محمد مجدي قفشة واليو ديانج، وصناعة الهدفين لمين؟ للماستر العائد بقوة كابتن عمرو السولية، عشان زي ما قلت الأهلي يغرد وحيدا منفردا بالصدارة. ولكن كان في كورة فيها ركلة جزاء لنادي إنبي، الكورة اللي جت في ايد ياسر ابراهيم. ولكن هل الكورة وهي ملعوبة وانا ايدي ثابتة، انا ايدي مش رايحة للكورة، انا الكورة هي اللي جاية لايدي، في بعض الاحيان بتحتسب ركلة جزاء. ولكن قانون كرة القدم بيقول انا مدام ايدي ثابتة والكرة هي اللي جاية لي فمفيش ضربة جزاء. انا بقول اللي ليا واللي عليا عشان يتم عدم احتساب الركلة ويواصل النادي الأهلي ونادي إنبي المباراة، ولكي يفوز النادي الأهلي بهدفين زي ما قلت. فالكرة زي ما قلت زي ما بتيجي في إيدي وأنا واقف، إيدي هي اللي مش رايحة للكرة. في الحالة دي إن أنا بمنع الكرة أو إن أنا بمنع هدف بيبقى فيه كارت وفيه احتساب ركلة جزاء. إنما أنا إيدي ثابتة والكرة هي اللي جاية لي فبنسبة من 70 ل 85% ما بتتحسبش. وده اللي حصل النهارده في مباراة النادي الأهلي. قفشة بعد ما جاب الجول النهارده قلع التيشيرت حطه على راسه وراح شاور لجمهور النادي الأهلي وقال لهم انتوا على راسي، في لفتة جميلة وفي اعتذار من محمد مجدي قفشة لما بدر منه في السابق من تصريحات كانت بتكتب على السوشيال ميديا من بعد ما كان متمرد على النادي وبعد ما كان عايز يمشي والنادي الأهلي قال له اتفضل بألف سلامة. لكن قفشة بيرجع عن قراراته، بيعتذر للنادي الأهلي وبيعتذر جماهيره، وما دام اعتذرت يا قفشة اعتذارك مقبول. حد خد باله يا جماعة من الهدف اللي أحرزه أليو ديانج؟ أليو ديانج اللي خد الكرة من على مسافة 40 متر وانطلق بيها انطلاقة عنترية، عدى من وسط 4 لاعبين وأحرز الكرة على يسار حارس مرمى نادي إنبي. يعني الوينجات عندنا ما بتعملش الكلام ده، المهاجمين ما بيعملوش الكلام ده. وانا عندي تعقيب كبير على المهاجمين. محمد شريف اللي انا ما زلت بدعمه وما زلت على يقين بان محمد شريف لو في ربع مستواه هتشوف اداء اكتر من كده، ولكن محمد شريف بقاله فتره كبيره تايه مش موجود. محمد شريف بيمر بازمه نفسيه كبيره، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ مارسيل كولر يديله حساسية المباريات، وهو ده المطلوب، بإنك تثق في مهاجم من المهاجمين اللي عندك وإنك تديله حساسية المباريات. زي ما قلت ما مشيتش معاه في مباراة في 2 في 5 هيبتدي يهدف، ترجع له ذاكرة التهديف، هيبدأ بإذن الله يرجع محمد شريف اللي احنا عارفينه، لأن لسه مشوار الدوري طويل لم يحسم بعد، احنا لسه في الدور الأول، لسه عندك بطولة كاس مصر،
عندك بطولة دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم للاندية. فيا محمد يا شريف بالله عليك عايزك تركز جدا في المباريات القادمة، لان مارسيل كولر يبقي على مين؟ بيرسي تاو، ويصر على عدم رحيله برغم كسر اصابات بيرسي تاو. ولكن قال مارسيل كولر بانه في احتياج لجهود بيرسي تاو في مركز المهاجم، ولكون ايضا بيرسي تاو ما بيشاركش في مركز المهاجم. زي ما احنا عارفين بيرسي تاو بيشارك كجناح، ولكن كان تم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة قبل إصابته من قبل مارسيل كولر كمهاجم، وكان بدأ يأدي بشكل رائع جدا زي ما كان بيلعب مع موسيماني في نفس المركز. عشان كده كولر مستقر عليه في المركز ده، وقال انه في احتياج ليه. لاعب النادي الاهلي الشاب ايضا احمد نبيل كوكا خرج النهارده مصاب بعد ما خبط في احد لاعبي انبي في عينيه الشمال، وقال الدكتور احمد ابو عبله بان في مشاكل في عين احمد نبيل كوكا بسبب عدم اتضاح الرؤيه ليه، وهيتم اجراء عمليه ليه ان شاء الله. فنحب نقول له الف سلامه يا احمد، ربنا يقومك بالف سلامه يا رب. يعني كفايه اللعيبه المصابه عندنا، كفايه 11 او 12 لعيب المصابين عندنا في الفريق. هنيجي لمين؟ كوميديا المسرح نادي الزمالك، مع الاعتذار ان انا قلت كوميديا المسرح، لكن اللي بيحصل في نادي الزمالك الفترة الأخيرة بصراحة هو نوع من الكوميديا. ليه؟ النهارده بعد تعادل نادي الزمالك في مباراة جدلية تحكيمية يراها البعض انها صحيحة، ويراها البعض ان الفريق له ركلات جزاء، وان الهدف اللي اتسجل في نادي الزمالك هو هدف اوفسايد. طيب تعالوا نشوفوا الهدف كان اوفسايد ولا لا. انا اشرحها لكم دلوقتي. ده كان الوضع اللي جه منه هدف فريق الداخلية، حرفيا كان بنفس الانتشار ده. الكرة كانت جاية من ناحية اليمين من لاعب الداخلية اللي مرر الكرة قطرية بالمنظر ده في عمق دفاع نادي الزمالك، ولكن الكرة يعني زي ما قلت زي ما بشرح لكم الكرة رايحة كده. طيب كان في لاعب موجود من نادي الداخلية، هل اللاعب لمس الكرة؟ ما حصلش. طيب ايه اللي تم؟ سبق لاعب نادي الداخلية مدافع نادي الزمالك وجري، وفضل قلت الكرة ماشية بطريق عرضي، فاللاعب سبق مدافع نادي الزمالك. خلي بالك انا قلت ايه؟ لحظة لعب الكرة كان ده الانتشار اللي موجود، لحظة تمرير الكرة من قبل لاعب نادي الداخلية كان ده الانتشار موجود. الكرة اتلعبت بالطريقة دي، هي كانت ملعوبة في الأساس للمهاجم ده، ولكنه لم يلمس الكرة. هو حاول وكان معاه مدافع نادي الزمالك، ولكن الكرة لم تلمس. طيب ايه اللي حصل؟ زي ما قلت سبق لحظة ما الكرة اتلعبت، سبق لاعب نادي الداخلية مدافع نادي الزمالك وسحب معاه الحارس محمد عواد عشان يقدر يسدد الكرة داخل شباك نادي الزمالك ليعلن عن هدف أول لنادي الداخلية. إذا الهدف ليس أوفسايد، أنا شرحتها لك شرح تفصيلي مع وضعية اللاعبين اللي كانت موجودة أثناء تمرير الكرة من قبل لاعب نادي الداخلية في ظل وجود تمركز الحارس وتمركز المدافعين بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. هي المشكلة كلها كانت في الدايرة دي. لو كان تم لمس الكرة من قبل مهاجم الداخلية فهي اوفسايد رسمي، ولكنه هو ما لمسهاش، هو حاول عليها وما قدرش. ولكن لاعب الداخلية المهاجم الثاني قدر يسبق مدافع الزمالك لحظة تمرير الكرة وقدر انه يحرزها هدف زي ما قلت. اذا الهدف ما فيهوش ريحة الاوفسايد، الهدف صحيح رسمي. طيب حد خد باله من اللقطة الثانية للاعب سامسون اكينيولا لاعب نادي الزمالك بعد ما الكرة اتلعبت ولم يتم لمسه من قبل حارس نادي الداخلية، ولكن امام عاشور ودونجا راحوا قالوا له يا سامسون اقع في لقطة الكل شايفها عشان الكل يعرف ويشوف ازاي نادي الزمالك بيتحسب له ضربات جزاء من سنتين في كل مباراة، ولكن المباراة التي لم يتم احتساب فيها ركلة جزاء جمهور الزمالك مش عاجبه. لا احنا لينا ضربة جزاء، واللعيبة المشكلة ان اللعيبة بتتكلم قدام الحكم بتقول له اقع. اي نعم يعني ممكن ما يكونش فيها قرار تأديبي من الحكم،
لكن انت سامع. هل انت كتبت ده في تقرير المباراة؟ هل انت تم اعتراضك او تم ان انت بلغت الناس اللي معاك بان لعيبه الزمالك قالت كذا، برغم انها مش محتاجه ابلاغ، الكل شاف وسمع اللي حصل؟ فيعني يا جماعه والله العظيم موضوع الاحتواء لسه شغال جوه نادي الزمالك. عندنا كمان خبر بان المستشار مرتضى منصور قال بعد المباراه بان لاعيبه نادي الزمالك الاثنين اللي هيتم ذكرهم احمد فتوح وعبد الله جمعه بانهم كانوا قلب البرق بالعاميه كده بيحششوا، وانهم ما شاركوش في المباراه لقرار تأديبي، وان هيطلعوا هما الاثنين هيعملوا تحاليل عشان يثبت موقفهم، وان تم عرضهم هما الاثنين للبيع بشكل نهائي عشان يطلع اللاعب احمد فتوح ويرد ببوست مسيء. هو حقه، ولكن اخذ الحق حرفه. ما كانش ليك ان انت تشتم يا فتوح، كنت ممكن تاخد حقك بالقانون، وكنت ممكن تروح تعمل التحاليل وتثبت انك لاعب محترم ولاعب مؤدب ولاعب خلوق. وان زي ما قلت يا جماعه في الحلقه بتاع امبارح وفي حلقات كتيره، ان اي مشاكل واي مكان عشان يقف ويقوم على رجليه اساسه حاجه واحده: الاداره. طول ما معاك اداره قويه خليك واثق 100% بان المكان اللي انت فيه هيقدر يقف على رجليه. ولكن في ظل المشاكل اللي بتحصل من قبل نادي الزمالك بعد رحيل اسامه نبيه هو وتمرد يوسف ابنه، بعد ان طلع مستشار مرتضى منصور وقال ان لاعيبته بتحشش، ليس كذلك فقط، بل وقال ان هيتم انسحاب نادي الزمالك من بطولة الدوري. نغمت كل سنة في حال تعثر نادي الزمالك وبعد نزيف النقاط. دي يعني الجملة اللي على لسان المستشار مرتضى منصور، ده الكلام اللي عنده في تعثر اي نادي الزمالك في اي جولة من جولات بطولة الدوري: انا هطلع انسحب. يا جماعة الخير، ليه ما بنشوفش للزمالك في شكل في بطولة افريقيا؟ عارفين ليه؟ عشان مفيش حكام مصريين، عشان مفيش احتواء، وعشان مفيش ظلم بيحصل للنوادي كلها. احنا مفيش، ده جمهور الزمالك بيقول مفيش فار في دور المجموعات، احنا النادي الوحيد اللي بيتظلم. طيب ما في نوادي تانية موجودة معاك، اشمعنى انت النادي الوحيد اللي هتتظلم؟ اذا في مشكلة عندك. المشكلة هي انك اعتمدت ان الحكام تساعدك. هل انت بتفوز بمجهودك؟ على مرأى ومسمع من الجميع، اقسم بربي مش عشان انا اهلاوي، ولكن اللي بيتفرج واللي متابع كوره عارف وبيشوف وفاهم انا بقول ايه. عندنا بكره مباريات في غايه الاهميه، منها مباراه نادي بيراميدز مع نادي غزل المحله، ديربي القناه المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري، سيراميكا كليوباترا وفيوتشر. والف لو فيوتشر عملها بكره، اي نعم لسه الدوري طويل، ولكن هيكون نادي فيوتشر في الترتيب الثاني بفارق نقطتين في حال فوزه على نادي سيراميكا العنيد. هيكون نادي فيوتشر، او في حاله التعادل على الاقل هيكون مركز ثاني، ونادي الزمالك هيكون مركز ثالث. اذا النفسيه هتكون قليله، وده دور الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بانه يعطي الثقه للاعبيه وان هم يركبوا الدوري من بدري، واستعاده اللقب الغائب منذ عامين. وان شاء الله الدوري يكون في الجزيره وافريقيا اللي اتسرقت مننا بطريقه ممنهجه غير شرعيه ترجع لنا من تاني، عشان نثبت ان احنا نادي القرن وان احنا اسياد افريقيا. عايزين نركز في بطوله الدوري. عندنا ماتش مع سموحه يوم 17 ان شاء الله في كاس مصر. عندنا يوم 1 فبراير بدايه انطلاق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ولكن انا ما زلت منتظر الصفقات الشتويه التي لم يعلن عنها النادي الاهلي، سواء في صفقتين حتى الان هم محمد الضوي كريستو اللاعب الشاب الناشئ لاعب نادي النجم الساحلي التونسي، وخالد عبد الفتاح الباك رايت اللي جاي اعاره من نادي سموحه لمده 6 شهور للنادي الاهلي. ولكن حتى الان النادي الاهلي لم يعلن عن صفقه قويه داخل جدران النادي تقدر تشيل النادي الاهلي. وبالاخص انا زي ما ذكرت ان احنا محتاجين سيرد باك قوي، محتاجين باك رايت قوي، ومحتاجين مهاجمين. النادي الاهلي في حاجه لتدعيم 4 أو 5 لاعبين من العيار التقيل عشان نقدر نشوف الاهلي في المكانه اللي متعود عليها دايما.
وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقة غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.